فيلم ولاد رزق الجزء الثالث عمل ايرادات تاريخيه في اول اسبوع من عرضه واللي تزامن مع عيد الاضحى المبارك، والفيلم ده عمل ايرادات تقترب من 6 مليون دولار في اول اسبوع بس من عرضه، وحقق حوالي 92 مليون جنيه في مصر و85 مليون جنيه في السعوديه، وكمان 87 مليون جنيه في باقي دول الخليج و15 مليون جنيه في العراق والشام. والفيلم ده عليه طلب لدرجه ان بعض دول العرض بقت بتشغله بشكل مستمر لمده 24 ساعه، وكمان التذاكر محجوزه بشكل كامل. يعني تقدر تقول انها حاجه كده شبه فتره فيلم اسماعيليه رايح جاي وصعيدي في الجامعه الامريكيه لمحمد هنيدي. والمنتج السعودي بيقول ان الفيلم ده اتصرف عليه اكتر من 600 مليار جنيه. والمخرج طارق العريان مخرج الفيلم بيقول ان هم اغلقوا شارع اسمه شارع الملك عبد العزيز لمده 4 ايام متواصله عشان خاطر يصوروا مشاهد المطاردات اللي اتعملت في الفيلم. وفي الاغلب كده الفيلم ده بلغه السينما هيجيب حقه وعليه كمان بوسه، وده بما انه جاب نص التكاليف بتاعته في اول اسبوع بس. وكمان الفيلم هيفتح باب اكبر لتطوير صناعه السينما في السعوديه وفي مصر في المستقبل. ولكن عندي ليك سؤال احب ان انا اسمع رايك فيه، هل السعوديه كانت ممكن توزع جزء من المبالغ الضخمه قوي دي على صناعه السينما والترفيه لقطاعات تانية ممكن تكون مفيده واكثر انتاجيه وديمومه في المستقبل؟